السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك الإعلامي والممثل التونسي نضال السعدي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي انستغرام يوثق فيه رحلته إلى جزر السيشيل رفقة زوجته، أين سيقضي شهر العسل، مرورا بمطار دبي أين شارك الأجواء والتهاني التي تلقاها في الطائرة من طرف طاقمها، إلى أن وصل إلى أراضي السيشيل أين وقع مشكل في الطائرة. ووثق نضال السعدي لحظات القلق والخوف التي عاشها في الطائرة بسبب الطيار الذي لم يحسن الهبوط في المطار، مما اضطره لمعاودة الإقلاع. وأكد نضال السعدي أنه لم يسبق له أن عاش لحظات مرعبة في حياته مثل الأمس، لدرجة أنه قام بترديد الشهادتين من شدة الفزع، ظنا منه أن الطائرة ستتحطم. عمري ما خفت هكا، وليت نشهد ونقول يا ربي راني ما زلت كي عرست. وإلى هنا أترككم أصدقائي وأصدقاء القناة في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.